اهلا بيكم. النهارده هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل، وهي دالة اف. دالة اف يعني دالة هنستخدمها النهارده بشرط واحد، لا اما بتحقيق شرط واحد في اف، لا اما بيبقى ترو لا اما فولس. يعني مثلا المبيعات عندي بالديسكاونت، مثلا لو عايزه اعمل الديسكاونت الخصم ده بشرط معين، هعملها ازاي؟ لو بقول له المبيعات اكبر من او يساوي 20,000 جنيه اديله 6%. طب لو ما كانش، لو الشرط ده ما تحققش هديله صفر، هديله الزيرو دي في الفولس. فازاي نعملها؟ بس عايزه اثبت لك، يعني باخدك تعالى كده هنا في الشيت 2. لو قلنا مثلا ان لو المية دي اكبر من الايه، من ال20 اللي هي البي دي، نعملها ازاي؟ هتدي ترو ولا فولس؟ تعالى كده نشوف مع بعض. يعني مثلا كده اقول له ايكوال، لو المية دي هقول له كده اكبر من البي دي، واقول له انتر، هيديني ترو، صح؟ لان المية اكبر من ال20. طيب هنا لو اقول له الايه ايكوال كده اهي، هاجي كده اعمل ايكوال، هقول له لو المية دي عايزاها ايه المرة دي؟ اصغر من ال20. هنشوف هتدي ايه بقى. اقول له انتر، هتدي فولس لان المية مش اصغر من ال20. طيب اللي بعدها هقول له ايكوال، لو الايه المية دي اهي بتساوي ايكوال كده البي. هل المية بتساوي البي؟ لا طبعا، يبقى هيديني فولس، ايكوال فولس. طيب هنا اهو الشرط ده اهو، اقول له ايكوال مثلا لو المية دي اكبر من او تساوي ال20، هتديني ترو لان هي فعلا اكبر من او تساوي ال20، صح كده ترو. طيب عندي ايكوال لو المية دي اقل من او تساوي ال20 دي، هتديني ايه؟ فولس لان المية مش اقل منه ولا بتساوي 20. اقول له انتر، ادي فولس. طيب اللي بعدها ايكوال، طيب لو انا عندي المية دي هقول له بردك هقول له هنا دي بقى العلامة دي الاكبر الاصغر من والاكبر من، يعني لا تساوي ال20 دي. المية دي لا تساوي ال20، ايوه ده ترو. يبقى فهمتوا ازاي الشرط بيتحقق سواء بترو او بفولس؟ لو بيتحقق هيتحقق بترو، لو مش هيتحقق هيتحقق بفولس. طب تعالوا نرجع لايه، للشيت الاولاني، نعمله ازاي. هنا مثلا دلوقتي لو انا عايزه اقول له ايكوال كده، اخليها كده اهو، هدوس هنا كده ايكوال وادوس على الايه الاف ايه اكس دي. بصوا هنا كده ممكن اكتب هنا الاف وادوس جو، بس انا عندي ظاهره لي اف في الاول اهي اهي اف، هقوم دايس عليها ايه اوكي، فتح لي نافذه كده. بيقول لي اللوجيكال تيست بتاعتي ايه؟ هقول له اديني المبيعات دي. لو المبيعات دي هو بيقول لي الشرط بتاعي ان المبيعات دي اكبر من او تساوي 20,000 جنيه اديها 6%. قال لي قلت له طيب ادي المبيعات اهي، هقول له اكبر من، دي علامة الاكبر، او تساوي 20,000. ادي 20,000. هقول له ايه؟ بيقول لي فاليو از ترو، هتديني ايه؟ هقول له خد المبيعات دي، واخدك السيلز دي، خد المبيعات دي، واقول له استرك اضربها اللي هي علامة الفيه الايه 6%. الستة ايه؟ 6%. تمام. طيب ولو ما كانش الشرط ده، لو مش هيتحقق هيديني ايه؟ اقول له اديله زيرو، ما هو مش هيتحقق في الفولس بتاعي زيرو. هقول له اوكي، اتحقق اهو، يبقى اداني ايه الشرط. طب مجرد ما اضغط هنا كده، اول ما السهم يجي لي كده واعمل اوتو فيل، يعني كليكتين اهو اهو، كل ده الشروط دي كده متحققه اكبر من او تساوي 20,000، والباقي ده مش محقق الشرط بتاعه، فاداني ايه العلامات دي. طيب انا بقى لو انا عايزه اعمل حاجه تانية، لو مثلا جيت قلت له انا عايزه الكاش
هنا مثلا بتساوي 5%. لو نسبة الكاش بتساوي 5%، وهنا يعني قد الكاش 5%. طب ودي الكريدت، الكريدت بقى بكام؟ لو الكريدت عندي، الكريدت مثلا اقول هديها ب1%. طب دي انا اعملها ازاي؟ تعالوا كده نشوف. تعالوا نلغي ده كده، نمسحه، نمسح ده كله. تمام، همسحه كده واقول له، هوسع بس الخلية شوية، هقول له ايكوال واضغط ايه على اف اهي، قاعدة اف، واقول له اوكي. طيب انا بقى المرة دي هو بيقول لي الكاش اديله 5%. طيب انا لو عملت الكاش كده اهي عند الايه الريسيبت ميثود، يعني طرق الدفع بتاعتي، الكاش عندي الكاش. طيب انا لو قلت له ايكوال كده كاش، ماشي، ايكوال كاش كده هيديني حاجه؟ لا، هيديني غلط. واقول له مثلا بص بقى، مجرد ما نقلت على التاني اداني ايه؟ غلط، النيم غلط، الاسم غلط. ليه؟ عشان انا المفروض اعمل كده، اقول له ايكوال واحط الكاش ما بين بتوين براكتس، ما بين دبل كوتيشن كده. سوري، استنى نعملها من الاول، ما بين الدبل كوتيشن. يبقى كده لما ايه، هقول له تاني من الاول كده ايكوال ايكوال، واقول له هفتح الاف اكس دي، واقول له قاعده الاف اهي اف، واضغط اوكي. انا عايزه الايه؟ الريسيبت ميثود، الطرق الدفع بتاعتي. طيب هقول له انا عايزه كاش. طيب انا عايزه الكاش هنا، هقول له ايكوال بتساوي، الخانه دي بتساوي دبل ايه كوتيشن كاش، واكتب كده كاش، حطها ما بين دبل كوتيشن. تمام، اداني ترو اهو. يبقى كده انا ماشيه صح. هقول له بقى في الفاليو تري ايه؟ في الفاليو تري بتاعتي هقول له ادي المبيعات دي، اديها، انا عايزه الكاش نسبته كام؟ 5%. اقول له ادي المبيعات دي واضربها في 5%، استرك في 5%. ها، طب والكريدت؟ هقول له الكريدت ده 1%. لو ما كانش الكاش يبقى الكريدت ده 1%. اقول له طيب ادي المبيعات اهي ديا، استرك اهي في 1% كده، واقول له اوكي. بص ادهاني اهي، حقق لي الشرط بتاعي، الكاش اداهولي ب5% اهي. اقول له مجرد ما بدوس على دي كده اوتوفيل كده، عمل لي اهو كاش. طب هنا بص بقى في الكريدت عمل ايه؟ ادي الكريدت اهو، ادي الكريدت اداني ايه؟ باين قوي قوي ان انا عملت المبيعات في 1%، ده يبقى ده كريدت. والكاش ضربته في ايه؟ في 5%. طب السؤال بقى هنا التركية بتاعتي، نقول ايه بقى في السؤال؟ اعمل لي الكاش ب10%، والكريدت حط لي فيه 0، ما تعمليش، وبعت لي سكرين شوت من اللي انت عملته كده في التعليقات، وقول لي ده صح ولا غلط. شوف هتعمل ايه وتبعت لي. بس ضروري ان انت تشتغل بايدك عشان تعرف تحقق الايه الشرط ده. واعمل لي مره المبيعات ب10,000 اكبر من او يساوي 10,000، والمبيعات بتاعتي اديها 4%. ولو الشرط ده ما تحققش ادي للمبيعات 1%. تمام، يعني ايه؟ ظبط لي كده السؤال بتاعي ده، واعمل لي مره كده بالكاش 10%. يعني اشتغل زي ما انا اشتغلت كده، بس بدل ما تدي الكاش 5 اديله 10، وبدل ما تدي للكريدت 1 ادي لها 5. تمام. ولو في اي سؤال او نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله.
وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الإكسل من البداية للاحتراف.